الممثلة التركية طوبى المعروفة في العالم العربي من خلال اسم لميس أو عاصي ضيفة شرف على العاصمة المصرية القاهرة. وأتت هذه الزيارة بعد اختيارها سفيرة لمنتج بانتين في الشرق الأوسط، حيث التقت خلال الزيارة الوسط الإعلامي المصري والعربي. نتابع. طوبى ممثلة تركية من مواليد 5 يوليو 1982. تخرجت من مدرسة دوغي ساينس وتخصصت في تصميم الأزياء والتمثيل وهندسة ديكور المسرح في جامعة معمار سنان. انطلقت مسيرة طوبى الفنية عندما اشتركت في مسلسل سلطان مقام في عام 2004، كما وعرفت في الشرق الأوسط من خلال مسلسل سنوات الضياع ومسلسل عاصي اللذان حققا لها نجاحا كبيرا. مظهرها الناعم وجمالها وقرب وجهها من الكاميرا فتح أمامها فرص كثيرة، ومؤخرا قامت طوبى بزيارة مصر لأول مرة، وذلك بعد أن تم اختيارها سفيرة لمنتج بانتين في الشرق الأوسط. Hi everyone. أهلا وسهلا. Was it right? Welcome. طوبى هي ممثلة مشهورة جدا بالمنطقة العربية، حتى لو بفترة وجيزة، فنحن دائما نتبع الممثلين المشاهدين بيحبوهم، فمشان هيك نحن نقينا طوبى. وتتميز طوبى بسحر خاص وجاذبية، فهل هي مؤيدة لعمليات التجميل؟ I don't think that I'm gonna do, but I can't say no. I'm never gonna do that because people are changing. I can't promise for anything. The most beautiful thing being an actress, being a celebrity is that you can touch the other people's lives. And I want to say to all women, to everybody, just you are so beautiful. We are so beautiful. Just love yourself. Just cherish yourself. And take care of your body and your soul together. صدر اليوم صباحا بيانا صحفيا